السلام عليكم. وبعد طول انتظار أعلن الفنان رامز جلال عن بوستر واسم برنامجه الجديد في شهر رمضان، واليوم في هذا الفيديو راح أعرفكم على بعض التفاصيل حول برنامج رامز جلال الجديد رامز جاب من الآخر. بس قبل لا نبدأ الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بالقناة. برنامج رامز جاب من الآخر هو برنامج الفنان رامز جلال في شهر رمضان 2024، ونلاحظ لون شعر الفنان رامز جلال هو باللون البنفسجي والأبيض، وهو يمسك نعامتين وكلب. وأيضا ملابس رامز جلال لونها أحمر، يعني راح يلبس هاي الملابس اللي بالبوستر قبل المقلب. ومن التغيير المهم في البرنامج هذه السنة أن البرنامج ليس برعاية الهيئة العامة للترفيه، لأن ماكو لوجو الهيئة العامة للترفيه بالبوستر. وجاء اسم البرنامج خلافا على الشائعات التي انتشرت حول اسم البرنامج، مثل اسم رامز قفل اللعبة. ومن المتوقع أن ستدور فكرة برنامج رامز جاب من الآخر، حيث يظهر الفنان رامز جلال بشخصيته الحقيقية من أول البرنامج، ويستقبل الفنان رامز جلال شخصيتين مشهورتين تربطهما علاقة من الخصومة أو الخلاف للمصالحة والحوار، قبل أن يفاجئهما الفنان رامز جلال بمقلب مرعب يتضمن ألعاب هوائية وكلاب شرسة في مدينة ألعاب في دبي. ومن دخولهم واستكمالهم وحتى بدء الحديث والترحيب بهم قبل أن يبدأ المقلب، وأثناء حوار الفنان رامز جلال يجد الضيف نفسه منحدرا إلى حفرة كبيرة، ومن هنا يبدأ الفنان رامز جلال مناوشاته مع الضيوف على طريقته الكوميدية. وحسب الأخبار المنتشرة سيظهر الفنان رامز جلال على عكس المواسم السابقة، حيث كان يتخفى بقناع إلى حين انتهاء المقلب ثم يكشف عن وجهه الحقيقي، لكن هذه المرة سوف يظهر غير متخفي. وبس هاي كل المعلومات اللي أعرفها حول بوستر برنامج رامز جلال 2024. إذا عجبكم الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بالقناة.